بمناسبة الشاب اللي أخد حكم بالسجن المؤبد علشان كان في أحد الخطوط مسجلة باسمه، الموضوع ده خطير جدا. الموضوع ده أنا كنت نزلت فيه فيديو من 4 سنين، كنت اكتشفت أنا شخصيا فيه إن في 8 خطوط مسجلين باسمي، وكنت حذرت الناس كلها إن هي تروح تسحب الخطوط اللي مسجلة باسمها من على تطبيق نترا. تروح تسحبها لان لو في اي مصيبه هتلبسها انت، طالما الخط باسم سعادتك انت اللي هتشيل المصيبه. ونزلت فيديو تاني من اكتر من 2 سنين، وهنزل لكم الفيديو دلوقتي عن الخطوات العمليه اللي تشوفها علشان تشوف الخطوط اللي مسجله باسم سعادتك. الموضوع بجد خطير. لو اي حد عمل اي مصيبه باي خط من الخطوط المسجله باسم سعادتك، انت اللي بتشيل الليله لحد ما تثبت العكس وتقول ان الخط ده مش بتاع سعادتك. هسيب لكم الفيديو دلوقتي شوفوه، وعلشان كده انت لو مش متابعني هيفوتك نصايح هامه جدا وخطيره جدا. ممكن تلبس مصيبه في كلمه ونص من غير ما يكون لك علاقه باي حاجه. ازاي؟ لو دخلت على تطبيق اسمه نترا، التطبيق ده تبع وزاره الاتصالات، هتلاقي ارقام تليفونات مسجله باسمك انت لا تعلم عنها شيء، والارقام دي مش بتاعتك. فلو اي رقم من الارقام دي عمل اي مصيبه وجه استعلام فني وجابوا ان انت صاحب الخط، انت لبست المصيبه يا معلم. سواء بقى كانت جنايه ابتزاز اللي بتوصل عقوبتها ل10 سنين، او جريمه تحرش عن طريق السوشيال ميديا او عن طريق الواتساب، او ايا كان الامر، او قضيه قتل وما لقوش فيها غير الخط بتاع سعادتك. فلذلك انا بنصحك ادخل حمل التطبيق ده ونزله وشوف الارقام المسجله باسمك ومش معاك، وروح اسحبها من الشركه بتاعتها. شكرا.